السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة قبل ما نعمل أي حاجة نصلي على النبي. يلا كلنا نصلي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا معانا جايبه لكم بقى النهارده حاجة جميلة جدا جدا جدا، يا رب تعجبكم. جايبه لكم النهارده معايا إيه؟ جايبه لكم الجنيه والنص جنيه. تعالوا نشوف أشكالهم الجميلة وتعالوا نشوف تواريخهم وتعالوا نشوف الشغل ماشي. خليكم معايا بقى ده كده هنجيب لكم بقى الشغل المصري الجميل. خليكم معايا واحدة واحدة. الجنيه بقى وزمن الجنيه والحاجات الجميلة قوي قوي دي أيام العز كلها. زمان الجنيه كان الفلوس قليلة بس الخير كتير. تعالوا بصوا معايا وربنا يا رب يجعل الخير في بلدنا. اول حاجه ده الجنيه بتاعنا. الجنيه ده سنه كام؟ سنه 1957. الجنيه ده في الخمسينات. كان البنك كان اسمه ايه؟ كان اسمه البنك الاهلي المركزي، البنك الاهلي المصري. سنه كام؟ 1957. تعالى بعد كده برضو كان هو نفس الشغل بس يختلف، مش قوي نفس الشغل قوي يعني مثلا الفرعون واحد بس يختلف. هنا الشغل لو تبص هنا الشغل عامل ازاي والزخرفه بتاعته. تعالى هنا بقى الشغل حتى هنا مثلث، هنا دايره. شفت الشغل هنا شوف الجنيه عامل ازاي، هنا شوف عامل ازاي. هنا بقى ايه؟ البنك المركزي المصري. الجنيه سنه كام؟ 1967. ده في الستينات، يعني الفرق بين ده وبين ده الخمسينات وده في الستينات. ده سنه 1957، ده سنه 1967. ده الجنيه بتاعنا تاني. تعالى برضو ننزل تاني على الجنيه تالت ده ماشي، هنبقى برضو مختلف خالص. بص يا جماعه ندقق في التفاصيل بتاعتنا دي. التفاصيل بتاعنا ده والشغل بتاعنا ده والله شغل جميل جدا. بص الشغل يبقى نعمل اختلاف في الرصه بتاعتنا. ده سنه 1061 وده سنه 1967. تعالى بقى على الجنيه في الستينات برضو. خليكم معايا نفس الجنيه في الستينات. ادي الجنيه بقى ده اسمه الجنيه البني، مختلف خالص. الشغل ده غير الشغل ده، اختلاف خالص، اختلاف تام. يعني الشغل شوف عامل ازاي. لو تفتكروا 10 جنيه اللي احنا جبناها في الفيديو اللي قبل كده ماشي، نفس ال10 نفس الجنيه ده بالظبط، واسمه البنك المركزي المصري ماشي. تلف الشغل بتاعه. ده سنه كام؟ 1968. تعالى الجنيه اللي بعد سنه كام؟ 1976. تعالى بقى الجنيه بتاع بقى المصري الجميل بتاعنا احنا ده كلنا بنعزه جدا جدا ماشي. خليكم معانا فيه. ده سنه كام؟ 2017 29 11 2017. الجنيه بتاعنا ده مختلف خالص خالص خالص، بس ممكن ايه نفس المسجد هو نفس المسجد بس مختلف. هنا بقى كان فيه الايه الفرعون، مفيش هنا مساجد خالص. تعالى بقى بعد كده بقى نخش بقى ايه على الحاجه الجميله. ايه هي بقى؟ النص جنيه والنسر بتاع مصر الجميل. شفت الشغل بتاعه عامل ازاي؟ انا عارفه النص جنيه متبهدل اصلا مضيع خالص بس برضه هيعجبكم. انا ما عنديش منه كتير. ده كان السنه كام بقى؟ 1966 والوقت سنه 1966. البنك ده كان اسمه البنك المركزي المصري. شفت الشغل بتاعه؟ انا هسيبكم تتفرجوا على الشغل اللي فيه واحده واحده. تعالى بقى بعد كده بقى ايه فيه النص جنيه ده. هو حاليا مش موجود، قليل جدا ما تلاقيه، حتى لو موجود مفيش الناس بتقدرش تاخده. تعالى بعد كده بقى ايه النص جنيه حاليا الموجود. كل تصميم مختلف عن التاني. في النص جنيه الاول ال 50 قرش الاولانيه ديت وال50 قرش الثانيه وال50 قرش الثالثه دي، التصميمات بتاعتهم كلها مختلفه. تعالى بقى اوريكم بقى ايه ظهر بقى الفلوس ده عامله ازاي والشغل بتاعها جميل جدا. تعالوا معايا وقولوا رايكم. قولوا يا جماعه اللي مصمم الشغل ده صممه ايه ده؟ ايه المخ والذكاء الجميل ده والعقل الجميل. شوف اللي مصمم الجنيه تقول هو ايه؟ الماني. شفت الشغل مصمم ازاي؟ شفت عظمه الشغل اللي فيها والزخرفه بتاعتها. شفت المعبد عامل ازاي والدايره عامله ازاي اكنها زي القمر بالظبط. تحس المعبد اكنه بيبص ايه على الدايره. بص الشغل عامل ازاي. بص هنا الشغل مختلف ازاي. بص الشغل كل حاجه مختلفه. الشغل ده جميل جدا جدا جدا. مش يا جماعه مش اي حد كده بيعمل شغل كده وبس، لا كان بيطلع احلى من عنده. تعالى بقى كده. تعالى بقى شوف بقى على الجنيه البني. شوف شغل عامل ازاي. تحس لايه فرعوني اصيل ماشي. رايكم بص كده. تعالى بقى بص كده على النص جنيه بقى. شوف التصميم بتاعه حلو ازاي والشياكه. رايكم فيه. شوفوا الشغل كل حاجه قدمناها لكم تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.